الا كنتي مازال ما جربتيش مطيشه بهذه الطريقه هذه، كوني اكيد ضيعتي بزاف ديال الوقت. نساي عليك الطريقه العاديه اللي كنوجدوا بها مطيشه، وجدي ليها الطريقه هذه. غادي يشكروك عائلتك وغادي تعتمديها ان شاء الله، وعمرها تخطاك من الطبله. كتجي ساهله بزاف وبنينه وما فيهاش كثره المقادير، والصراحه بنتها كتجي فوق الخيال. جربيها وغادي تعتمديها ان شاء الله. كناخذ هنا واحد 4 حبات ديال الطماطم على حساب الرغبه، يعني ممكن انا نضيفو 2 حبات 3، داكشي على حساب الرغبه ديالنا وعلى حساب عدد الافراد. كنقطعها دوائر على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنحيد هذاك القلب ديالها بواحد السكين، او ممكن انا نضيفو غير الكاس ديال اللي كنشربوا فيه اتاي، وكتحيد بكل سهوله. كنكملهم مزيان، وهاد القلب حتى هو كنمعسو بواحد السكين، يعني ما كنلوحو حتى شي حاجه. كنقطعها بهذا الشكل. كناخذ الربيع حتى هو كنقطعو. وصفه اللي كتجي هائله وخفيفه وبنينه، ما تشبعوش منها، كتجي روعه روعه روعه. يعني غتجربوها وغتعرفوا هاد الطريقه هذه اللي كنقول لكم، سهله بزاف وبنينه وغترحموني عليها. كنكمل الربيع ديالي بالتقطاع. كناخذ واحد 2 ديال البيضات كنضيفهم على هذيك الطماطم. كنضيف الربيع وكنضيف الملح. هنا كنضيف شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الخرقوم، وكنضيف شويه د الحار طبعا اختياري على حساب الرغبه والذوق. كنضيف معلقه ديال الدقيق، وكنخفق هاد المقادير ديالي مزيان. وكناخذ واحد المقله كنضيفها على النار، وكنرشها رشه ديال الزيت، وكنمسحها بواحد البانسو مزيان. كندهنها باش ما تلصقليش هذيك الطماطم. ومن بعد كنستف الطماطم ديالي فوق في المقله، وكنخليها على النار متوسطه حتى كتبدا طيب لي شويه مزيان. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه هذه، صراحه كتجي هائله هائله هائله. هنا من بعد ما كتبدا كتغلي لي ديك مطيشه، كنضيف عليها الخليط اللي خفقت كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنكمل هذيك الخليط ديالي. كنتمنى منكم الدعم والتشجيع، وبارطاجيو هذا لا فيديو الى عجبكم. كنتمنى منكم تشاركوه مع العائله باش تعم الفائده وكلشي يجرب هذه الوصفه هذه. كنقلبها من بعد ما كطيب وكتحمر على الجهه الاولى، كنقلبها على الجهه الثانيه كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنكملهم بالقليب. من بعد كناخذ الفرماج، يعني اي نوع ديال الجبن كنتوفروا عليه. انا هذا الجبن حضرته معاكم كما كتشوفوا كيجي هائل. كنضيفوا على هذيك الطماطم اللي عندي، ومن بعد كنغطي المقيله وكنخليها حتى كيذوب عليها داك الفرماج وكتحمر من التحت. كنضيف واحد الرشه خفيفه ديال المعدنوس للتزيين. وهذه من بعد ما كطيب يعني كتجي على هذا الشكل هذا، يعني كنخليها تحمر شويه من الجهه الاخرى. ومن بعد كنخرجها. كتجي هائله بزاف وكتجي بنينه، لا شكلا ولا مذاقا، كتجي هائله. جربوا هذه الطريقه هذه غادي تعجبكم ان شاء الله. وكنتمنى منكم الدعم والتشجيع، ووصلوا هذا الفيديو لاعلى نسبه من لايكاتكم وبارطاجيو. كنشكركم بزاف المشاهده ديالكم، وكنتمنى منكم دائما تتبعوني وتدعموني. ها انتم كما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف. غادي نقطع معكم وحده كما كتشوفوا كتجي بنينه وهائله، صراحه كتجي زوينه بزاف. ممكن انا نحضروها الفطور او مقبله، يعني كتكون يعني كما حبينا. الصراحه اللي كتجي هائله بزاف. هذه الحاجه اللي كنأكد لكم انها كتجي هائله بزاف وبنينه، وكنتمنىكم تجربوها. الى فيديو اخر ان شاء الله.